عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشتركين معايا، اللي تدخل لاول مره القناه نقولها مرحبا بك. اشتركي في القناه باللايك بتعليقاتكم ليصلكم الجديد ان شاء الله وتعم الفائده. اليوم راح ندير خبز التركي، يعني نبدل شويه نوع شويه من الخبز المطلوع. اليوم ندير خبز التركي يديق هشيش وقطني. واش عندي كامل المقادير؟ عندي فرينه، عندي جوج كيسان تاع حليب، عندي مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز ومغرفه كبيره تاع السكر، وعندي فرينه. وتقدري تالي ديري له جنجله تحبي تنكهي به. يلا نحضروا الوصفه. عندي كما قلت لكم زوج كيسان حليب دافي، بسم الله. وعندي ثاني نصف كاس تاع الزبادي يعني ياغورت ناتور. نحط ثاني هذيك الخميره والسكر، نحركها ونخليها تتفاعل لمدة 10 دقائق. نغطيها ونخليها تتفاعل. بعد ما تفاعلت الخميرة دوكا واش نحط له 5 مغارف تاع الزيت، يعني حوالي 50 غرام بالميزان، وبالمغرفة 5 مغارف كبار. هنا حطيت 5 مغارف تاع الزيت، ونحط نصف كاس تاع زبادي يعني ياغورت ناتور، نص كاس تاع زبادي يعطيني الهشاشه ويجيك قطني. ودوكا نبدا نخلط كلش. دوكا نبدا نحط الفرينه، والفرينه على حسب الحاجه ونخلط. يعني تعرفوا كامل ديبون نوعيه الفرينه، انا نحط على حسب باش نسحق. الفرينه توجور تكوني غربلتيها. نحط ثاني مغرفه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، نحط لهم مغرفه صغيره تاع الخميره الكيميائيه مع نخلط، ونزيد مغرفه تاع صغيره تاع الملح، نزيد شويه سانوج، نكوب شويه سانوج نخلط. فوالا لازم تكون هكذا شويه تلاصق. انا دوك ندلكها شويه مده 10 دقائق. تولي لاباط ليس ندلكها مده 10 دقائق ونولي لكم. فوالا بعد ما دلكتها 10 دقائق دوك نخليها ترتاح مده نصف ساعه ونشكلوها، تضاعف الحجم ونشكلوها. راكم تشوفوا بعد ما خمر تضاعف الحجم، شوف كيفاش جات لاباط ايموجين. شوفوا دوكا انا نقطعها دي بتيت بول على حسب الحجم. واش حبيتيها متوسطين ديري متوسطين، حبيتيها كبار ديريهم كبار. شوفي العجينه كيفاش جات قطنيه. دوك نقطعهم. شوفوا وانا انا قرصتهم، عطوني 3 خبيزات. دوك نحطهم في سنيوه كنت دهنتها بشويه فرينه والزيت، دوك نحطهم فيها. يعني هذيك الكميه زوج كيسان تاع حليب عطاني 3 خبيزات متوسطات. خليهم يريحوا هكذا 5 دقائق، من بعد نشكلهم، نغطيهم بعد نشكلهم. يعني كما قلت لكم نبدلوا شويه من الروتين المطلع ولا الخبز تاع الكوشه. بعد ما يريحوا 5 دقائق كنبداو نشكلوا فيهم. يعطينا
نبابل العجينة صافي، دليل على أن العجينة ناجحة. شكرا يعطينا المابل. دوكا نبداو نشكلوهم هكذا. تقدري تستعملي السكين ولا تستعملي يديك الأحسن هكذا. هكذا كملنا الأخرى، الخبيزة الثانية. دوكا نخلوهم يخمروا، يعني ضعف الحجم مدة نصف ساعة. نشتوهم خمروا مدة نصف ساعة. واش نديرو لهم صفار البيض مخلط مع شوية حليب من الفوق. جوفي بعد ديجوني حتى كي يخمروا. هيا بعد نصف ساعة نكملوا الوصفة. بعد ما خمر يعني ضعف الحجم، واش درت دوكا؟ انا ضربت حبة بيضة، ما درت لها شويه زوج مغارف تاع حليب. راني ندير وتكوني شعلتي الكوشه مسبقا 4 ساعة مسبقا على 200 درجة. دوكا بعد ما درت لها الصفار البيض، دوكا ندير شويه سانوج من الفوق. تقدري تخلطي بين السانوج والجنجلان. انا بيسك درت له جنجلان في العجينه، نكمل عفوا درت له السانوج، نكمل بالسانوج. انا كنت شعلت الفرن على درجه 200 درجه مده طياب. سا ديبون كيما نقولوا كيما العاده، سا ديبون الفرن ديالك. اذا شتيه بلي كي يتحمر لك من التحت شعلينه من الفوق.